هي غلطة واحدة كل الرجالة بيعملوها، وهي دي الغلطة اللي عملها عبد الله رشدي، الغلطة اللي بيعملها أي راجل بيمر بطلاق، والغلطة اللي أنت لازم تاخد بالك منها. هسألك سؤال وعايزك تاخد وقتك وتفكر فعلا في رد. ليه بتتفق مع البنت على حاجة؟ ليه بتاخد كلمتها على أساس إن هي عهد؟ أو ليه مستني منها تلتزم بأي اتفاق بينكم؟ وأنا كلامي هيصدمك، بس أنت قدامك خيارين: يا إما تسمع الكلام للآخر علشان ما تقعش في الغلطة دي في المستقبل وهتتعلم نفس الدرس بس بالطريقة الصعبة، أو تكمل معايا وتتعلم الدرس دلوقتي علشان ما تشوفش وجع القلب، ولو أنت حد مشهور أو هيكون مشهور في المستقبل ما يحصلش فيك زي ما بيحصل في عبد الله رشدي. الراجل في أمان الله فجأة لقى الناس كلها بتهاجمه والناس كلها بتتكلم عليه. وانا كعادتي والناس اللي عارفاني انا مش بحب اتابع اي ترند خالص، بس انا قمت من النوم لقيت التايم لاين كله عبد الله رشدي. صاحبي عشماوي كل شويه بعت لي فيديو لعبد الله رشدي، وكل شويه انا وهو في جروب مع بعض، فانا الفضول خدني انا عايز اعرف هو ايه الموضوع، فدورت وعرفت. طبعا عبد الله رشدي كان متجوز بنت، اتاري البنت دي كانت بشعرها في الاول وكانت بلوجر، مش بلوجر اللي هو مثلا تعمل محتوى، لا هو محتوى حياتها، يعني هي محتوى انها تصور حياتها كلها. وطبعا البنات اللي بتعمل المحتوى ده بتبقى متعودة على كمية اتنشن وكمية فاليديشن ولايكات وشير وكومنتات وتفاعل وحياة تانية خالص. فده كان اللايف ستايل بتاعها، او دي كانت هويتها، هو ده اللي هي متعودة عليه وهو ده اللي هي عايشة. ولسبب ما قررت ان هي تتنقب، معرفش ده من نفسها ولا عبد الله رشدي هو اللي اقنعها بده، الله اعلم. عبد الله رشدي دخل في حياتها واتفقوا ان هم هيتجوزوا، بس اللي انا فهمته يعني ان اتفاق عبد الله رشدي معاها ان بقول لك ايه، حياتنا هتفضل حياتنا، انا مش عايز حد يعرف اي حاجه عني، وعايز حياتي الشخصيه تفضل شخصيه. يعني من الاخر كده تفاصيل حياتنا ما تطلعش على السوشيال ميديا. وهنا بقى ركز معايا كده علشان هنا هي الغلطه اللي انا بكلمك عليها. هو اتفق معاها على اتفاق وافتكر إنه لمجرد إن هي قالت له حاضر فكده في اتفاق ما بينهم، افتكر إن كلمتها ليها قيمة، افتكر إن هي هتلتزم بالكلمة دي. لكن إيه اللي حصل بقى؟ واحدة متعودة على الاتنشن، متعودة على الفاليديشن، يعني الاتنشن ده أو الفاليديشن ده عامل زي المخدر، أنت بتاخد جرعة معينة، لو أنت مدمن الموضوع ده ومفاجأة البنات كلها مدمنة الموضوع ده تبقى محتاج الجرعة الأكبر في الأكبر في الأكبر في الأكبر. يعني كلنا عندنا قابلية إن إحنا مثلا نبقى مدمنين مادة معينة، بس مش هتبقى مدمنها إلا لمّا تتعاطاها. في بنات مثلًا كلّهم بيحبّوا الattention، بس في بنت ما هي مانعة نفسها تنزّل صور أبدًا، أو مانعة نفسها إن هي تظهر على السوشيال ميديا بشكل متفاعل دايمًا أو شكل كblogger، فهي المخدر قدّامها بس هي ما شربتش منّه. وفي بنت شربت من مخدر، فاللي شربت منّه خلاص هي أصلًا عندها قابلية الإدمان وهي جرّبت الطعم، فانسى إن هي ترجع عادي. فطبعًا الattention هي محتاجاه، الvalidation هي محتاجاه، فبدأت تلمّح إن هي متجوّزة عبد الله رشدي، بدأت تعمل حركات من بعيد لبعيد اللي هو بُص أنا ما خلفتش اتفاقي، بس يعني ما أعمل إيه، الناس هي عرفت لوحدها. والشغل بقى لَف ودوران اللي هو ده في 3 شافوني معاك وال3 دول قالوا إن أنا شمال عشان أنا معاك، فإحنا كده لازم نعلن للناس كلّها إن أنا مراتك وما ينفع. ونتيجة كل ده كانت خناقات ومشاكل، ودلوقتي إحنا بنسمع أخبار الطلاق. يعني أنا كل ما أفتح الفيسبوك ألاقي صورته في وشّي صورتها في وشّي، ده حتى الموضوع وصل لدرجة إن هي طلعت على التلفزيون عشان تتكلم عن الموضوع ده. هنا بقى مع إن عبد الله رشدي جامد في المناظرات ودايمًا أنا باحترم، ومش بس باحترم، أنا باحب الراجل اللي ألاقيه عنده ثبات انفعالي، مش أي حد يقدر يخرّجه من النقطة اللي هو بيتكلم فيها، وفي نفس الوقت لو حد حاول يستفزه تلاقي الراجل مكعّب تلج، وده عبد الله رشدي وأنا باحترم ده جدًا فيه، بغض النظر أنت متّفق معاه، أنت مختلف معاه، بس تدّي له دي، إن هو مكعّب تلج، إن هو عنده الثبات الانفعالي، ومع ذلك ما كانش بالع الحبّاية. ودي الحقيقة اللي ما حدّش عايز يقولها. في ناس هتبقى خايفة تتكنسل، ناس هتبقى خايفة إن الهجوم اللي عليها، ناس عندها حاجات تخسرها. أنا الحمد لله طالع بوشّي، باسمي، بهيئتي، بكل حاجة، وهاقول لك الحقيقة ومش خايف من أي حاجة، لإن ده اللي أنا مؤمن بيه. ولو أنا خُفت من اللي أنا مؤمن بيه، يبقى أنا ما استحقش إن أنا أعمل أي حاجة، ما استحقش أصلًا إن أنا أعيش. الحقيقة اللي ما حدّش عايز يقولها إن الأنثى بطبيعتها مش دايمًا بتلتزم بالاتفاقات، مش عشان هي كدابة، مش عشان هي خاينة، لكن لأ، هي دي طبيعتها الأنثوية. لإن المرأة بتبقى مُساقة بالعاطفة مش بالمنطق زينا، فرؤيتها للعالم مبنية على الشعور اللي هي حاسة بيه دلوقتي، والمشكلة في الشعور إن هو بيتغيّر من يوم للتاني ومن ساعة للتانية. فهي ممكن تكون النهارده حاسة بشعور معيّن فاتفقت معاك اتفاق بناءً على الشعور اللي هي حاسة بيه دلوقتي، لكن بُكرة أو كمان أسبوع أو كمان شهر هي هتحس بشعور تاني خالص. فساعتها
نظرتها للعالم هتكون مبنية على الشعور الجديد. طب الاتفاق اللي انتوا اتفقتوه، لا، الاتفاق ده كان مع الشعور ده، لكن دلوقتي هي حاسة بشعور تاني، فهي جوه دماغها في اتفاق تاني خالص. وانا عارف ان ده مش احسن حاجة، وعارف ان ده ممكن يكون انت شايفه مش صح، لكن انا شايفه ان هو طبيعي وما بقتش بتضايق منه، لان انا عارف ان في فرق بين الراجل وفرق بين الانثى، وفرق بين الراجل والبنت، لان احنا جنسين مختلفين، جيناتنا مختلفة وطريقتنا مختلفة. واي حد هيقول لك الراجل والمرأة واحد والمساواة وما فيش حاجة اسمها إن إحنا صفاتنا مختلفة، واللي يقدر يعمله الراجل البنت تقدر تعمله، كل ده هلس، كل ده بروباجندا، كل ده شغل فيمينيست، كل ده كلام على الورق. الواقع مختلف. تعالَ أكلمك عن الرجولة. الرجولة إن أنا لو اتفقت معاك اتفاق، هو عهد، هو حاجة مستحيل إن أنا أرجع فيها، هيقدر يقاوم أي مشاعر يحس بيها. إحنا كرجالة بنحس بمشاعر، لكن أنا عندي الالتزام، عندي المنطق بيقول لي أنت لازم تكون ملتزم بكلمتك. لكن البنت ما عندهاش الحتة دي أوي، هي عندها حتة إن الاتفاق موجود طالما أنا حاسة بنفس الشعور اللي أنا كنت حاسة بيه وقت ما اتفقت معاك. ودايمًا إحنا بنقول كلمة راجل، ما بنقولش كلمة ست، لإن الست بالنسبة لها الكلمة ما هي إلا اقتراح مش التزام، وده طبيعي لإن الالتزام مبني على شعور، والشعور بيروح وييجي، فبالتالي الالتزام بيروح وييجي، وده الواقع، ده اللي إحنا عايشين فيه. أنا نفسي أقول لك إن إحنا كلنا عندنا كلمتنا واحدة، لكن ده الواقع، ده اللي هتشوفه في الشارع، ده اللي مش هتشوفه في الأفلام، ومش هتشوفه في المسلسلات، لكن هو ده اللي أنت هتشوفه في الواقع لمّا تنزل تتعامل، ده اللي هيكون قدّامك. وأنا عارف إن هالاقي كام بنت في الكومنتات لأ مش كلنا كده، فأنا هاريّحكم من دلوقتي، مش كلكم كده. أنا عارف إن مش كلكم كده، لكن الأغلبية الساحقة كده. ولو أنتِ يعني كويسة جدًا، جدًا، جدًا لدرجة إن أنتِ بتتحكمي في مشاعرك اللي قليل أوي من البنات اللي يعرف يتحكم فيها، فأنا باحييكِ، أنتِ كويسة، ربنا يخليكِ ويثبّتِك، لكن أغلبكم مش كده. الغلطة فين بقى؟ إن أنت تاخد بنت فيها صفة معيّنة، وبعدين تتّفق معاها إن هي تغيّر الصفة دي، وده أنا شايفه إن هو سذاجة، لإن أنت عايز البنت تعمل حاجة عكس اللي هي متربية عليه، وعكس اللي هي شايفاه صح، وعكس طبيعتها، لمجرد إن أنتم اتفقتوا علشان بينكم كلمة. الكلام ده ينفع مع واحد صاحبك، ينفع مع راجل زيه زيك، إنما ما ينفعش مع بنت. أنا ليّا واحد صاحبي اتعرّف على بنت وقرر إن هو يخطبها، بس لمّا دخل بيتهم شاف إن الأب مش مسيطر والأم هي اللي بتمشّي البيت، فأنا حذّرته وقُلت له خلّي بالك، ده اللي غالبًا البنت شايفة إن هو الصح، وده اللي هي هتعمله معاك، زي ما هي شايفة أمها ممشّية أبوها، هتبقى شايفة إن هي المفروض تمشّيك. قال لي: "لأ ما فيش الكلام ده، أنا متّفق معاها إن أنا الراجل وأنا كلمتي هي اللي هتمشي." قُلت له: "ماشي هنختبرك كتير." قال لي: "ما تختبرني، إحنا معانا كتاب لعبة الاختبارات وأنت مفهّمني الاختبارات كلّها، يعني أنا هاعرف أعدّي في أي اختبار." قُلت له: "اللعبة مش إن أنا أعدّي في الاختبار، اللعبة إن أنا أنقّي البنت الصح اللي أنا أنجح في اختباراتها." قال لي: "لا، لأ ما تقلقش، أنا هاعرف أنجح في أي اختبار تعمله لي، أصل هي حلوة أوي وعاجباني أوي وخايف إن أنا ما الاقيش زيّها." قُلت له: "يا ابني في عقلية الوفرة، البنات كتير والحلوين كتير، ما تقلقش، هتلاقي اللي أحسن منها، خُد واحدة أبوها فعلًا راجل، لإن أنت بترتبط بالبيت كلّه مش بالبنت بس." قال لي: "لا، لا، لأ، ما تقلقش أنا هاعرف أتعامل." وفات سَنة، بعدين لقيته سابها. ليه؟ أصل هي بتختبرني كتير أوي وأنا ما استحملتش. استحملتش ليه؟ قال لي: "ما بتحترمنيش، بتقول كلام ما ينفعش يتقال." "مش أنت متّفق معاها إن هي تحترمك؟" هي دي الغلطة بقى، إن أنت متّفق معاها إن هي تحترمك، هي واحدة متربية إن الراجل في البيت ما لوش احترام. ما تستناش إن هي هتحترمك لمجرد إن هي قالت لك أنا هاتفق معاك إن أنا أحترمك، ما فيش الكلام ده. أنت فاكر إن البنت هتتخلى عن 25 سنة تربية لمجرد إن هي اتفقت معاك؟ في حاجة تانية بتحصل ودي بقى أنا باشوفها في الجلسات كتير أوي، الولد يبقى عارف بنت وسبحان الله لسببٍ ما كده تلاقي التعارف ما بينهم تم في خلال أسبوع وحبّوا بعض وخلاص هو عرفها في أسبوع، وفي خلال شهر هيخطبها من كتر ما هو مبسوط بيها جدًا، أو عرفها في أسبوع وفضلوا عارفين بعض سنة، وبعدين هو عايز إن هو يخطبها في المستقبل، ولمّا يخطبها يقول لها باقول لِك إيه بقى إحنا اتخطبنا، فأنتِ لازم تحطّي حدود، وأي راجل تتعاملي معاه في حدود، ما فيش هزار، ما فيش الكلام ده، تقول له حاضر أنا هاقدّرك ده أنت راجلي. بعدين أبسط موقف يحصل يلاقيها واقفة مع راجل بتهزر، أو يلاقيها بتهزر في الكومنتات مع واحد، أو يلاقيها عاملة لايكات على صور واحد كلّها بشكل مش طبيعي أكنّها بتقول له أنا أهو محتاجة ألفت نظرك، وبعدين يستغرب ييجي يحجز جلسة معاه ويقول لي هي ليه مش ماشية على اتفاقنا، هي ليه بتهزر مع الرجالة، هي ليه مش بتحط حدود زي ما إحنا متفقين. ودي برضه نفس الغلطة، إن أنت متّفق معاها على حاجة، الحاجة دي مش عندها. هي لو كانت بتحط للناس حدود كانت حطِّت لك أنت حدود من الأول، لكن طالما أنت اتعاملت بسهولة كده وأنت لسه ما تعرفهاش، يبقى غيرك برضه هو لسه ما يعرفهاش هيتعامل معاها بنفس السهولة دي. فما تستغربش إن هي مش محترمة اتفاقكم، لإن أنت بتطلب منها حاجة مش عندها. وهنا بقى
الحباية اللي هتنقذ حياتك، الحباية اللي أنت محتاج تبلعها، الRed Pill اللي بجد. اختار البنت اللي فيها الصفات اللي أنت عايزها من الأول، أنت مش محتاج تتفق معاها على حاجة، مش محتاج تغيّرها ومش محتاج كلمة منها، إنما خُدها زي ما هي، ولو فيها عيوب وهتلاقي عيوب لإن ما فيش حد كامل، تقدر تتقبّل العيوب دي وتتعامل معاها صح. وركّز في كلامي، قبول مش إن أنت تستحمل. تعالَ أكلّمك عن الفرق بين القبول وبين إن أنا أستحمل. إن أنا أستحمل حد يعني أنا شايف إن البنت فيها عيب وأنا متضايق من العيب بس كاتم، معدّي اليوم على أمل إنها تتغيّر، والعيب ده بيتكرر يوم ورا التاني، شهر ورا التاني، لحد ما أنا خلاص جِبت آخري، هانفجر في وشّها مرّة واحدة، هيحصل بيننا مشكلة كبيرة جدًا، وفي الآخر هابقى مش قادر أتعامل، أو هي مش هتبقى قادرة تتعامل بعد ما أنا انفجرت في وشّها. ده حصل عشان أنا كنت مستحمل، إنما القبول معناه إن في عيب مع الشخص اللي قدّامي بس أنا تقبّلته زي ما هو، ما بقيتش مستحمله، ما بقيتش باكتم في نَفْسي، ما بقيتش مضغوط عشان أتعامل مع الشخص ده، لأ، أنا تقبّلت إن العيب ده فيه وما بقيتش باتضايق منّه خلاص، العيب ده موجود عادي، أنا فاهم إن العيب ده موجود، فاهم إن هو مش هاتغيّر ومش باحاول أغيّره وباتعامل معاه زي ما هو. مثلًا زي عبد الله رشدي، أنت عايز واحدة بتحترم الخصوصية، ما تحاولش تاخد بنت blogger، بنت بتحكي تفاصيل حياتها للناس كلّها وتقول لأ، أنا هاخلّيها تحترم الخصوصية، عمرها ما هتحصل. عايز بنت بتحترمك كراجل وبتسمع كلامك، ما تروحش قعدة تعارف وتسألها ما هو رأيك في قوامة الرجل؟ لأ، خُد بنت فعلًا أبوها راجل في البيت وأمها بتحترمه وهي بتحترمه، فبالتالي هتحترمك. إنما ما تاخدش بنت من بيت الأم هي اللي مسيطرة فيه. وعايز بنت بتعرف تحط حدود للرجالة، خُد بنت حدودها واضحة من الأول لكل الناس، حتى عليك وأنت بتتعرّف عليها كان في حدود، مش بتهزر مع أي حد وعندها احترام لنفسها. إنما ما تاخدش بنت منفتحة بالزيادة وما عندهاش حدود واضحة وتطلب منها فجأة إن هي تخلق حدود. وعلشان كده حل الغلطة دي إن أنت تختار صح من الأول. عبد الله رشدي شخص فيه صفات ذكورية جميلة جدًا، شخص عنده ثبات انفعالي، شخص شيخ فغالبًا محترم، ولكن للأسف غلط غلطة، والغلطة دي ناس كتير بتغلطها، وأنا باشوفها كتير أوي في الجلسات، وعلشان كده لازم تخلّي بالك إن أنت ما تكرّرش الغلطة دي في اختيارك المستقبلي للجواز، أو لو أنت متجوّز ما تكرّرش الغلطة دي في وسط الجواز، لإن الغلطة دي صدّقني هي اللي هتبوّظ الدنيا. ما تتّفقش معاها على حاجة، أنا عايزك من الآخر كده ما تعتمدش على كلمتها، لإن الكلمة دي بتروح وتيجي زي ما المشاعر بتروح وتيجي. طب واحد يقول لي: "يا عم أنت كلامك سهل أوي، أنا ممكن أعمل كل ده بس الحياة ما بتمشيش كده، أنا لازم أحتويها، أنا لازم أتنازل عشان الدنيا تمشي." لأ، ما فيش الكلام ده. لو أنت فاهم طبيعة الأنثى صح، هتعرف تخلّيها مش شايفة حد غيرك، وهتعرف تخلّيها بتحترمك لو أنت مختار صح. طب أنت ممكن تختار صح بس تضيّعها من إيدك، ما هو مش عشان أنت اخترت صح يبقى هي المفروض تختارك هي كمان، لأ، ما أنت ممكن تختار صح بس أنت في نظرها مش الشخص الصح. فلو أنت عايز تختار صح وتخلّيها هي كمان تشوفك الشخص الصح، يبقى لازم تنجح في اختباراتها، ولو عايز تنجح في اختباراتها يبقى لازم تشتري كتاب لعبة الاختبارات اللي بيفهمك أصلًا إيه هي الاختبارات، إزاي تعرف لو أنت في اختبار، وإيه الرد الصح وإيه الرد الغلط، وإيه أنواع الاختبارات كلها، وإزاي تعدّي فيهم بردود تكون متوافقة مع شخصيتك وتكون تلقائية خارجة منك في أي اختبار ممكن تتعرّض له، سواء الاختبار ده كان من الكتاب أو من برّه الكتاب، لإن أنت هتفهم اللعبة كلها. وده عنوان الكتاب، لعبة الاختبارات، هتلاقيه في اللينك اللي في بروفايلي.